وعلى هذا نحن سنتكلم في قضية خطيرة جدا، وهي أعتقد أنها تمس كل واحد فينا. إنما قبل أن أتكلم في هذه القضية أريد أن أسألك سؤال: ما هو أغلى ما تملك؟ حلو سؤال، حلو سؤال. بصراحة أغلى ما أملك هو الدين. طيب ثم ماذا؟ أعتقد ثم أولادي، فلذة كبدي، فؤادي، حياتي. إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إذا طرفت لهم عين امتنعت عيني عن الغمض. لا يمكن أن أتصور أن أهمل في أولادي لحد ما يجي تيار التنصير يكونهم أكل. إيه تيار إيه؟ تنصير؟ هو في تنصير؟ في تيار تنصير؟ في. احنا بنفتح الملف بكل شجاعة ومع احترام كامل لكل التيارات. في ناس بتتنصر، هنكذب؟ هنحط رؤوسنا في الرمل كالنعام؟ صحيح. واحدة اتصلت بيا في يوم من الأيام، وده المؤسف بقى، ان الناس فاكرة ان المشايخ عندهم عصا موسى، عندهم حاجة كده يقدر يعمل بيها حاجة. بأمر الله يا عصا اعملي كذا بأمر الله. الكلام ده مش صحيح. واحدة اتصلت بيا: انا بستغيث بيك. انا اتفضلي يا ام، في ايه؟ اتفضلي يا ست. قلت لي: انا وجوزي قاعدين في المملكة العربية السعودية بقالنا فترة. طيب ابننا كبر ولازم يخش الجامعة. طيب رجعناه يخش الجامعة، حلو. وبعدين قالت لي يعني انضم بقى، طبعا خد شقة مفروشة وقعد فيها، اتعرف بناس. وبعدين ادمن؟ لا. بقى شاذ؟ لا. بقى حرامي؟ لا. شرب بانجو؟ لا. اتنصر بمنتهى السلاسة وبمنتهى البساطة. طب انت عاوز مني ايه؟ ماذا يفعل الشيخ فيما افسد؟ اتمنى الهداية لكل انسان، لا شك في ذلك. انما انا موقفي واضح، ان اي واحد يسيب الدين الاسلامي ده تافه. انا بقولها كده على الهوا، ده تافه. ده زي ما عبرت كده تعبير، قلت تعبير عامي كده: ركش، ملوش لازمة. ما خسرناش صلاح الدين الايوبي ولا يفرق. بالعكس، ده لما النبي نفسه صلى الله عليه وسلم اهتم بامثال هؤلاء، ربنا قال له: انت عامل في نفسك كده ليه؟ ما معناهم يعني يبلعوا بصراحة، واللي يزعل يزعل واللي يتقمص يتقمص. احنا مش بنتكلم على واحد مدمن بانجو ولا مريض من مرض نفسي، لا، ربنا يشفي كل مريض ودول ولادنا. انما اللي يبيع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي يطعن في نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مالوش عندي انا شخصيا اي كرامة نهائي. بالعكس، انا عاوز اقول لكم على حاجة: القرآن له تعاملين اتنين، تعامل مع الكافرين وتعامل مع المرتدين. تعرفوا المعلومة دي حضراتكم؟ اهو اقروا بقى الشريعة، واقروا السيرة، واقروا التاريخ، واقروا اي كتاب عقيدة، تعرفوا الفارق ما بين التعامل مع الكافر ابتداء والكافر انتهاء. المرتد غير الكافر. بالعكس، القرآن بيتعامل مع المسيحي واليهودي احسن وانظف وارقى واعلى واعظم واغلى مما يتعامل مع المرتد. عرفت بقى ليه؟ المرتد له احكام خاصة، ناس بيقولوا يقتل وناس بيقولوا ما يقتلش، خلاف، ما علينا من الخلاف ده. لكن في النهاية ان المرتد لا يزامل ولا يؤكل ولا يصاهر، ولا يدخل الانسان بيته، ولا يدخل بيت المسلم، ولا يعامل باحترام ولا بوقار ولا بإلقاء السلام حتى عليه. ده مين؟ ده المرتد. امال لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين هذه لغير المسلمين ولغير المرتدين. ادي لكم دينكم ولي دين. امال فين لا اكراه في الدين؟ ايوه، ما احنا قلنا كده. المرتد قدامه حل من الاثنين لا ثالث لهما: يا اما يخبي ردته في قلبه، تقول لي ما هو يبقى منافق. اقول لا، مش هيبقى منافق ولا حاجه، هو حر في نفسه، لانه في هذه الحاله لن يستفز جمهور المسلمين ولن يعرض حياته للخطر. الامر الثاني: يا اما يسافر لبلد غير مسلمه ويفعل في نفسه ما يشاء. لكن الاسلام ما بيتعاملش باحترام مع الناس دي ابدا باي حال من الاحوال. وانا بقول لكم وآيات كثيره جدا، ويمكن قعدت اناقش الدكتور سعد الهلالي فيها، وشد وجذب واخذ وعون ومليون آية ومليون حديث، وربما يكون هو على حق، لكن دي وجهة نظري من خلال الآيات والأحاديث، وما فيش تعارض لتعدد الآراء.